حياكم الله متابعينا الكرام. اليوم سكتشنا سكتش عشوائي خداع البصر. طبعا الفيديو طويل والسبب وقت التنفيذ كان طويل. طبعا الماكينة بدأت من الجهة اليسرى من الأسفل حسب الأمر اللي أخذته الماكينة وبداية التنفيذ. الريشة اللي بدأت فيها الماكينة هي ريشة البي بي كيرفينج 25 ملم. السكتش كان عبارة عن فكرة صورة من على النت. هذه الصورة اللي بالأسفل على اليمين صورة السكتش. حملنا الصورة وبدأنا نعمل فيها. طبعا مشاكل كتير بتراكب الخطوط وقت التصميم وتداخل الخطوط ببعضها. تداخل الخطوط مع بعضها هي أثناء تحويل الصورة لخطوط لتفهم الماكينة تمشي على الخطوط والأوامر المعطاة لها. الآن خلصت أول زاوية وبدأت بالزاوية الثانية. طبعا حتخلص من الزاوية الثانية حتبدأ بالزاوية الثالثة ومن ثم الزاوية الرابعة. ولو نحن قمنا بتسريع الفيديو لأنه الفيديو طويل وأخذ وقت العمل تقريبا أكثر من تقريبا 20 أو 25 دقيقة. طبعا الماكينة بهالوقت بالزوايا الخارجية. بعد انتهاء الزوايا الخارجية تبدأ بالداخل. طبعا تبدأ من الأكبر للأصغر للأصغر للخطوط الأصغر أصغر لتوصل للدائرة الأخيرة هي بالوسط بالداخل. وبهالوقت تضل القطعة اللي بعدها لتوصل للدائرة الأخيرة اللي بالوسط. المشاكل اللي ممكن نواجهها بوقت التنفيذ هي تقويس اللوح، بالأخص القطعة الصغيرة اللي ممكن نحن ننفذها. القطعة الصغيرة إذا انفصلت أو كانت لوحدها بدون تكملة اللوح تعطي تقويس. نضطر نواجه مشاكل بعدم استواء اللوح وقت التنفيذ. في أماكن بيعطينا نزول أكثر من أماكن تانية وقت التنفيذ بالشكل. ممكن الفني أو صاحب الخبرة بيميزها فورا. بتكون الماكينة تقريبا قربت على نهاية حفر الموديل ووصلت للدائرة الأخيرة. ملاحظة اللي حابب ينفذ أو اللي يمتلك ماكينة CNC وحابب يطالع فيها شغل ذو قيمة وذو معنى، المفروض أول شغلة أو أول مرحلة هي نوعية الريشة. والمرحلة الثانية سرعة الماكينة. طبعا سرعة الماكينة مهمة جدا وقت التنفيذ. كل ما كانت أبطأ، طبعا مو بدرجة بطء شديدة، لا، المفروض تكون ببطء طبعا أو مرحلة وسطية. من السبب بطء الماكينة هي دقة العمل. طبعا قبل كل شيء الملف المستخرج من الكمبيوتر المفروض يكون بدقة عالية. طبعا ننتظر لتخلص التنفيذ ونبدأ بمرحلة القص الخارجي. طبعا الآن بدأت الماكينة بمرحلة القص الخارجي. طبعا الريشة بتكون اند ميل أو نوعية الريشة العادية الاند ميل 4 أو 5 أو 6 حسب المتوفر الموجود عند. خلصت الماكينة القص الخارجي. الآن الموديل صار بهالشكل هاد، صار بهالجمالية. هذا موديلنا لليوم. بشكركم وبشكر كل مين شاهد الفيديو وضغط لايك واشترك بالقناة. ونلتقي إن شاء الله في سكتش جديد أو حكاية جديدة.